بسم الله الرحمن الرحيم. رابطة الأندية طلعت علينا بقرار دلوقتي تاريخي. الصراحة تاريخي ليه بقى؟ لأن قالت لك في القرار إن اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 وعدم خصم الثلاث نقط الأخرانيين اللي في نهاية الموسم ما يتخصموش من الأهلي. وده ضد اللوائح والقوانين اللي اتخذتها رابطة الأندية واتخذها اتحاد الكورة مع الزمالك قبل كده ومع أي فريق بينسحب. دي لوائح وقوانين. طب تاريخي ليه؟ أنت هتقول لي تاريخي ليه؟ ده الزمالك هيقدم دلوقتي بيان وهيطلع ببيانات وبيراميدز هيطلع ببيانات والدنيا هتتقلب. تاريخي ليه بقى؟ ده يأكد لك اللي احنا بنقوله صح. ان الزمالك لما بيخسر بطوله بيخسرها بره الملعب مش جوه الملعب. الزمالك لما بيخسر بطوله بيخسرها بره الملعب. ان النادي ده اكبر مفسده موجوده، ان النادي ده طايله، ان النادي ده بيدعم من اكبر ناس موجودين في الدوله. معلش يعني انه يرجع القانون يتغير عشان نادي زي ده مش معقول. وبرضه بقول للنادي الاهلي لو انت جدع تساح كمل بقى كلامك وانساح الثلاث نقط دول عشان ايه؟ القطيع اللي بيجري وراك ومش عارف اي حاجه، والجمهور بتاعك اللي هو مش فاهم اي حاجه ولا واحد فيهم بيشجع وفاهم حاجه. جمهور بيشجع وظهره فعلا هيقول لك احنا انتصرنا. طب انتصرت في ايه؟ انت خسرت من الزمالك 3-0 ادي 3 نقط، والزمالك ما كانش في حالته ولا كان في مستواه وانت ما رضيتش تلعب الماتش. الثلاث نقط الاخرانيين دول بقى اللي انت انتصرت فيهم، اولا الزمالك بعيد عن المنافسه، زائد ان انت قلت لو ما تعادش الماتش وبحكام اجانب انا هنسحب. انت مش هتنسحب، انت هتستكمل الدوري عادي. فانت ما عملتش اي شيء. بس القرار ده بقى تاريخي لا عشان يبين لك ان المنظومه كلها فاسده، وان المنظومه بتحيد لنادي واحد، وان اكبر كل بطولات الاهلي دي انا كنت شاكك في معظمها. ماشي، انا اتاكدت دلوقتي ان كل البطولات اللي خدها الاهلي في تاريخه كلها بالفساد وبالرشاوى وبالعملات وبالمحسوبيه. فرق كماتشات افريقيه تلاعب فيها كل الشبهات. يا راجل ده مصر وصلت كاس العالم وخدت 4 بطولات افريقيا وما خدتش منتخب القرن. خدوا الكاميرون اللي لسه ناشئ في كره القدم جديد، اللي لسه طلع علينا هل الكاميرون ده سنه 82 علينا، والاهلي ياخد بطل القرن اللي اقل بطولات. ده بيبين لك الفساد اللي هو موجود ده داخل في افريقيا وفي مصر نفسها. وعشان كده الكوره مش هتتقدم في مصر. يعني حسام حسن طلع امبارح يتكلم بيوجه لعيب انه يروح الاهلي، والنهارده رابطه الانديه بتفاجئنا يوم العيد بسم الله ما شاء الله بيعيدوا علينا بيقول لك الثلاث نقط الاخرانيين مش هحسبهم، مش هنشيلهم من الاهلي، مش هيتخصموا من الاهلي. ان شاء الله ما اتخصموا من الاهلي، بس عايزين بقى الاهلي يكمل والكابتن بيبو يكمل وينسحب من الدوري زي ما عايزين الكابتن بيبو يكمل ويطلع لنا بيانات كده يقول لك انا مش مكمل الا لما الماتش بقى كمان يتعاد. لكن ده بيبين لك ده قرار تاريخي من وجهه نظري دونا عن كل ان بيبين لك كميه الفساد اللي موجوده داخل الكره المصريه، وكميه الناس اللي بيساعدوا الاهلي، وكميه قوانين بتتغير. يا جماعه قوانين بتتغير انا عمري ما شفتها لصالح فريق بعينه. فكل البطولات اللي خدها الاهلي دي قسما بالله لو حد فاهم، لو حد مشجع الاهلي وفاهم هيقعد يقول لك ازاي ده انا ما ارضاش عن الفساد كده. يا جماعه خدوا بطوله حلال، انتوا ما تعرفوش حاجه عن الحلال؟ ولا هو شهر رمضان خلص ده رابطه الانديه طلعت ده عشان شهر رمضان هو مفيش الا حاجه شهر رمضان خلص ورابطه الانديه فاجئتنا بالقرار ده بقى عشان خلاص وشهر رمضان اللي فيه الصلاه، بعد كده مفيش صلاه هيلغوا الصلاه بقى خلاص، مفيش حلال وحرام خلاص، هيتخذوا بقى كل الاجراءات. كان الحاجات دي متخذينها في رمضان، دلوقتي بقى كانت الشياطين من السلسله الشياطين تلعب بقى تاني، الشياطين تلعب بقى والايادي هتلعب تاني. واشوفكم بكره. انا ما كنتش راضي اطلع بس انا بقى خلاص انا زهقت، انا هطلع كل 5 دقايق عشان انا الصراحه المنظومه دي كلها عايزه يتولع فيها، مش عايزه تتغير، عايزه يتولع فيها. وشكرا.